أولا. أما المخزن، بدأت المشاكل مع المغرب في 57 كلها مبنية على طموحات ترابية. علال الفاسي هو اللي يطلق الأول النار على الثورة الجزائرية، قال احنا نعاونوكم بشرط تسلموا لنا. دار خطاب كبير في إيموزار، ولحقها واحد آخر خطاب آخر في فيقيق 57. قال إذا كان الجزائر يحبوا باش نعاونوهم، أقل ما يعملوا هو يرجعوا لنا الأراضي، يسمحوا لنا ناخذوا الأراضي نتاعنا المغصوبة. يعني وهو يذكر قال لك حدود المغرب من سان-لوي دو سينيغال حتى السعيدية، يعني دخل فيها بشار وتندوف وأضرار وموريتانيا وغيرها بالنية. تاعنا ما جاوبوش في ذاك الوقت باش ما يعكروش الجو هكذا، ولكن يعني في الرد نتاعهم في مؤتمر طنجة قال ما تنساوش إذا راكم مستقلين انتوما، إذا تعاونونا بشي بالمزية ما تنساوش باللي المزية جابتها لكم الجزائر. إذا انتوما تحررتوا في 56 بفضل الكفاح نتاع الجزائر في داخل التراب الجزائري.